الحاجات المشتركة اللي موجودة بين الأمهات سبيشالي في الجلسات هو مفهوم أو مصطلح جلد الذات. آه، الجلد اللي بيبقى عندهم. أنا مش بتكلم عن جلد الذات في حاجات جنرال، هتكلم عن جلد الذات في نقطة معينة. جلد الذات بين الأم اللي عندها أكتر من طفل. لما تلاقي نفسها قدرت تجيب او تدي للطفل الاولاني حاجات والطفل التاني حاجات تانية مش زي الطفل الاولاني والطفل التالت حاجات مختلفة، فتحس انه انا ما عدلتش بين ولادي، انا ما اديتش ده زي ده زي ده، فتحس بذنب تجاه طفل معين او تجاه كل طفل، او حتة منها بتحس بذنب تجاه كل طفل عشان هي ما قدرتش تديهم زي بعض. وفي الحتة دي بنبدأ نشتغل قوي على مصطلح الفرق بين مفهوم المساواة وبين مفهوم العدل. المساواة اني ادي للاطفال كلها زي بعض، فانا عندي كميه حب معينه، انا هدي لده قد كميه الحب ده، قد كميه الحب ده، هدي لده، هصرف على ده نفس المبلغ اللي انا صرفته على ده على ده، وهكذا هدي وقتي، فهمسك كل حاجه وهوزعها بالمساواه بالظبط. لكن العدل مفهومه انه في الامومه سبيشالي انه انا كأم موجودة فين دلوقتي، في أنهي حتة في حياتي، في أنهي حتة في وعي مع الطفل اللي موجود معايا دلوقتي، في أنهي حتة في طاقتي، الطفل نفسه احتياجه ايه. فلو الطفل عنده احتياج انا بديله الاحتياج بتاعه وبشبعه له. لو انا عندي طاقة معينة الحاجات انا بديها، لو معايا مبلغ معين اقدر اصرفه عليه بصرفه. لما الطفل التاني بيجي طاقتي بتبقى في حتة مختلفة، ام الطفل غير ام الطفلين. وعي كأم أول مرة غير وعي كأم تاني مرة، فالطبيعي إن أنا أتلافى حاجات كنت بعملها مع الطفل الأولاني فأنا تداركتها مع الطفل التاني، فما بالك بقى التالت والرابع. يعني لا ما شاء الله اللي هم الناس الشداد دول اللي هم بيقدروا يجيبوا أكتر من 3 4 أطفال، ربنا يبارك. فلو أنا دلوقتي عندي أكتر من طفل وكل واحد بديله من حتة معينة عندي في وعيي، في أمومتي، في طاقتي، في وقتي، في مجهودي، في احتياجه، ده ليه احس بالذنب؟ ليه لو انا احس بالذنب لو مرافق او مترافق معايا؟ وطبعا لما بننكش كتير في الجلسات بنلاقيه جاي من طريق التربيه اصلا، ومفهوم تربوي قديم وحاجات قديمه، فبنفضل ننكش مع كل واحده لحد ما نوصل هو فين. لكن في الحقيقه انا هنا حابه اقول انه بالراحه على نفسك شويه ورفقا، وبصي لاولادك. في هتلاقي حد منهم بيحب قوي الاحضان والتلامس، فلو انت اديتي له احضان وتلامس مبسوط جدا. ولو جيتي تحسي ان انا لا لازم اعدل بقى ما بينهم وعايزه اساوي ما بينهم ودي التاني حضن، التاني ما بيحبش التلامس قوي قد ما يحب ان انت تهتمي بيه وتسالي بيه عن حاجات تانية. عملت ايه النهارده، يومك كان شكله عامل ازاي، وتدي له وقت معين مش تدي له تلامس واحضان. ففي حد ممكن بحضن من غير ما تتكلموا خالص تشبعي عنده الاحتياج، وحد تاني لا محتاجة تديله شوية وقت وتتكلمي بقى وتتناقشي وتسألي وتاخدي وتدي معاه. في كل واحد له حاجة تانية خالص. حد بيحب جدا ان هو يخرج ويتنطط بره البيت، وحد تاني لا مش عايز يخرج ولا يتنطط بره البيت، هو تمام وهو قاعد في البيت وله طقوس معينة. وتالت ورابع، انا بتكلم بس لو عندك اكتر من طفل. فخلي بالك كويس وانتي بتبصي لولادك. لو هم في سن فوق ما بعد بقى سن 6 سنين والكلام ده، فانتي قادره جدا انتي تساليهم عن احتياجاتهم، هم محتاجين ايه والحاجات اللي نفسهم ان انتي تديها لهم. لكن لو هم في سن اقل من سن 6 سنين فانتي بتدي اللي عندك، اللي بتعرفي تديه، والحته اللي بتعرفي تقريها من شفرتهم، لانه شفره كل طفل مختلفه. فانتي ممكن تقري عند كل واحد حاجه مختلفه خالص مما هي عند الطفل التاني. فالفرق بين مفهوم العدل والمساواه هنا مع الاطفال بيفرق كتير في استقبالهم للحاجات، وكمان في رفقك بنفسك ورحمتك بيها. هو انا فين واقدر ادي ايه.